الشيخ عايض القرني. سمعنا بأنك أنت من أعطيت وأشرت على بن جدلان، سعد بن جدلان الشاعر الكبير الله يرحمه، بقصيدة تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولها قصة. وش السالفة؟ نعم، أنا قد كررتها كثير. كنت أقدم برنامج في الMBC في عصر الجمعة في رمضان مع الشيخ سعد البريك على الهواء. فقال لي سعد البريك المجاملة الشيخ سعد. قلت المجاملة ما فيها شيء، مدارة مثل ما قال بن جدلان. وانت لو حصلت لك في الزمن وجه غريب، مثل ما قال مثل دام تمشي مشي. سمعها ترى في الرياض، وعبد الغني البكري يسمعني الشهر الآن. فعلمني، قال الشيخ الشاعر سعد بن جدلان، قلت عشاكم اليوم عندي، يوم تعشى عندي هو عبد الغني ومجموعة. قلت ليش ما مدحت الباري يا أبا محمد؟ ما خليت أحد، لا أمير ولا وزير ولا شيخ ولا حارس مرمى ولا حارس عمارة إلا الواحد الأحد. قال والله إن ما عندي مراجع مثلكم يا مشايخ. قلت مراجعك الكون، الشمس والقمر والنجوم والكون. قال والله ابشر. بعد فترة أرسل قصيدة يقول يلا يا من لا نعادل بخوف من خوف، لا شريك له في ملكه ولا يعبد سواه. فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم من يكرمون لا كان من عطاء. عالم اللي معلم، شايف اللي ما نشوف، خافين سره ولا اسرار ما هي بتخفاه. لا جفانا القل واللي روابعهم ضعوف، جعل ربي ما يرينا غضبه الوجفاه. ولا انقفل الباب من رزق حراسه وقوف، فتحت بارزاق من كل اتجاه. حول 40 بيت. طيب بعد ما ثم قصائد رؤيا بعدما توفي في رضة خضراء لابس ثياب بيض، قال غفر لي سبحان لاني مدحته. الله اكبر. اما ان ربك يحب المدح كما قال صلى الله عليه وسلم. اقرأوا الان قل هو الله احد، يحب المدح سبحانه. اقرأوا الان سورة قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا اعظم مدح، اقرأوها الان. الله اكبر. صلى الله على محمد صلى الله يعني بتعظيم الله سعد بن جدلان بإشارة عايض القرني، رؤي في منام بأنه من أهل الجنة. الله أكبر.